هذه صوره ديال اطفال مصابين بمرض شلل الاطفال مخشيين في وسط واحد الجهاز قديم كان كيتسمى الرئه الحديديه. هذا الجهاز كانوا كيخشيو فيه مرضى شلل الاطفال اللي العضلات ديالهم ما بقاتش قادره تخليهم يتنفسوا، كانوا كيحطوهم في هذا الجهاز وكيخليو غير الراس ديالهم خارج والجهاز من الداخل كيبقى يكبر ويصغر بحال شي رابوز باش يضغط على الرئه ويجعلها تنفس. الجهاز هو جهاز قديم ديال التنفس الاصطناعي اللي تم الاستغناء عليه في العقود المواليه، ماشي فقط بسبب تطوير اجهزه اخرى ديال التنفس الاصطناعي، ولكن بسبب واحد الاختراع اخر اللي هو احد اكبر الاختراعات اللي نقذت الارواح في التاريخ ديال البشريه، التلقيح. في هذا الفيديو غادي نهضروا على اللقاحات، التاريخ ديالها، كيفاش كتشتغل، غادي نجاوبوا على بعض الاسئله الشائعه حول واش اللقاح يقدر يضرك، وغادي نجاوب على سؤال واش انا غادي ندير اللقاح وواش غادي ننصح به الوالده ديالي وعائلتي. هذا الفيديو هي من جزئين، جزء هو هذا اللي كتشوفوه هنا، وجزء اخر كاين في القناه ديال اجي تفهم ديال الصديق مصطفى سوينغا، واللي غادي نشوفوا فيها المزيد على لقاحات كورونا، على كيفاش كيشتغلوا هاد اللقاحات على المستوى ديال الخلايا والجهاز المناعي، وكذلك على اشنو طاري في المغرب. سيروا القناه اجي تفهم غادي تفهموا بزاف. مجموعه من الادله الجينيه والاركيولوجيه كتشير الى ان الاوبئه بحال اللي كنعرفوها اليوم بداو مع التحول ديال الانسان من نمط عيش الانسان البدائي اللي كان في مجموعات صغيره كتعيش على الصيد وقطف الثمار البريه، لنمط ما بعد الثوره الزراعيه ولا الانسان كيعيش في قرى ومستوطنات كبيره اللي سهلت بشكل كبير التفشي ديال الاوبئه. كل ما تزاد الاكتظاظ والاعداد ديال البشر المجموعين في بلاصه واحده، كل ما كيتزاد احتمال ان شي وباء يتفشى ويقضي على نسب كبيره من الساكنه ويعاود الطرح يتلعب من جديد وهي غادا. التواصل ديال ساكنات متباعده ديال البشر مع بعضياتهم حتى هو عامل كيزيد يساعد على التفشي ديال الاوبئه. قوافل التجاره ديال مصر القديمه مع افريقيا، طريق الحرير اللي كان غادي من الصين حتى للمغرب، توسع الامبراطوريه الاسلاميه، الحروب الصليبيه، توسع الاوروبيين في امريكا، كاملين ادوا للتفشي ديال الاوبئه في التاكه عبر العالم، والنشأة ديال اللي كنسميوهم اليوم دي بونديمي ولا جائحات اللي هي أوبئة كتفشى في مناطق واسعة من العالم. جائحة كورونا اللي كنعيشوها اليوم هي مثال آخر اللي جا في العالم ديالنا الحديث اللي التواصل والاحتكاك بين البشر فيه فايت أضعاف مضاعفة شنو كان في العالم القديم، ولكن لحسن الحظ حتى أدوات مواجهة الأوبئة اليوم متطورة بكثير بحال اللي غادي نشوفوا من بعد في هذا الفيديو. نرجعوا للتاريخ. دازوا في التاريخ ديال البشريه اوبئه اللي تفشات وقضت على نسب هائله ديال الساكنات باكملها. وباء الطاعون مثلا قضى على 40 مليون انسان في اوروبا وشرق اسيا في القرن السادس، تقريبا نصف سكان اوروبا. تخيل ولا تخيلي اذا كنتي عايشه في هذاك الزمان ونجيتي من الموت بالطاعون ان النصف ديال الناس اللي كتعرف يكونوا ماتوا بالطاعون. وباء الجدري قضى على 2 مليون انسان في اليابان في القرن الثامن، ثلث ديال الساكنه. هاد الاوبئه ما كانوش كيتسببوا فقط في الموت، ولكن كذلك في امراض مزمنه واعاقات بحال الشلل ولا العمى. مرض الجدري مثلا يقدر انه السبب ديال 30% من الحالات ديال العمى اللي دازوا في التاريخ ديال البشريه. كتاب تاريخ الأوبئة والمجاعات بالمغرب كيذكر مثلا أنه مؤخرا في نهاية القرن التاسع عشر، يعني العصر اللي عاش فيه الجد ديال جدك، وباء التيفويد يقدر أنه قضى على ثلث عدد سكان مدينة العرايش. كاين حتى اللي قدر حصيلة الأوبئة من التيفويد وكوليرا وغيره في المغرب في هذه الفترة ب3 ديال المليون ديال البشر. التأثير ديال هذه الأوبئة على الساكنة ديال المغرب كان كبير لدرجة كون ما كانوش هذه الأوبئة كون المغرب اليوم ربما في أعداد ساكنة أكبر بكثير. تخيلوا المغرب والوزن ديال المغرب كيفاش كان غادي يكون مختلف اليوم يكون كان فيه 60 ولا 80 مليون نسمه. واحد الحاجه غادي نلاحظوها هي ان عدد من هذه الامراض الوبائيه هي نفسها كتتكرر في كل مره في التاريخ. هذه الصوره هي ديال لوح مصري قديم من 1400 قبل الميلاد، فيه شخص كيبان ان فيه اعراض ديال مرض شلل الاطفال، نفس المرض اللي عاد هاد الاطفال في امريكان في الخمسينيات من القرن الماضي. علاش امراض بحال شلل الاطفال، الجدري، طاعون، الدفتريا، بوحمرون بقاو دايرين ما بغاو بالبشريه هذه المده كامله؟ حيتاش الانسان عموما كان لا حيله له وما كان عنده حتى شي وسيله باش يدير اي حاجه ضد هذه الامراض. هذا حجاب كانوا كيلبسوه الناس في المغرب في القرن 15 كحمايه من الطاعون. كنا درنا حلقه سابقه في هذه القناه شفنا فيها جوانب من التاريخ العلمي ديال بعض من هذا الحروزه. هذه قطعه ديال النحاس كانوا كيعتقدوا في اوروبا ان عندها قوى خيميائيه الشيميست اللي كتحمي من الامراض. وهذه صوره ديال الالهه الهنديه شيطالا اللي كانوا يعتقد انها هي اللي كتجيب مرض الجدري وهي اللي خاصنا نطلبوا منها انها تحيده. هذه التعويذ والحروزه ربما وفروا نوع من الراحه والتخفيف النفسي على البشر في مراحل مختلفه من التاريخ، ولكن موجات الاوبئه بقات هي نفسها كتكرر وكتفتك بالبشر رغم التلاميذ والخيمياء والهه الهنود. ماشي بعيد من الهند في الصين كانت اولى المحاولات المعروفه ديال البشريه باش اننا نواجهوا طبيا مرض الجدري
احد اكثر الامراض المعديه فتكا بالبشر في التاريخ، واللي عدد الضحايا ديالو كيتقدر بالملايير. مرض كينتشر في الهواء، كيبدا في الاول بالسخانه والحريق، ومن بعد كيظهروا حبوب كبار وبشاع في الجلد اللي كيشوهوا الجسم وكيؤدي للوفاه 30% من الحالات. اول بطله في القصه ديالنا هي واحده الراهبه بوذيه عاشت في جبل مقدس جنوب الصين سميتو اومي تشان. غادي تلاحظ ان الناس اللي كيمرضوا بالجدري وكيبراو منه كيوليو محميين وما عمرهم كيعاودوا يمرضوا به. غادي تقولوا ربما كاين شي حاجه في هاد الناس اللي كيبراو اللي تقدر تجعل الناس اخرين سليمين حتى هما يوليو محميين من مرض الجدري. هذه الراهبه غادي تشد القشور ديال الجروح ديال المرضى براو وتعافوا من الجدري، غادي تطحن القشور وتبقى تنفخهم في النيف ديال الناس السليمين. هذه الطريقه القديمه اللي غادي تسمى التجدير لا فاريولاسيون غادي تخدم وفعلا غادي تحمي الناس من الجدري، ولكن مع الاسف كان عندها ثمن كبير. بين 1% حتى 2% من الناس اللي كانوا كيخضعوا لهذه الطريقه كانوا كيموتوا بفعل عمليه التجدير. واخا 1% ولا 2% كيبقى عدد صغير مقارنه مع 30% ديال الاحتمال انك تموت بالجدري اذا تعديتي به بشكل طبيعي. ولكن تصور راسك في القرون الوسطى مضطر تتخذ هذا القرار، واش تخلي الطبيب يدير لك عمليه التجدير اللي عندك احتمال 1% ل 2% انك تموت بها، علما يعني انه اذا ما متيش بها غادي تبقى محمي من الجدري مدى الحياه. قرار ماشي سهل، ولكن لحسن الحظ غادي يجي واحد البطل اخر في انجلترا في القرن 18 سميتو ادوارد جينر اللي غادي يسهل على الناس هذا القرار بشكل نهائي. علاش؟ حيتاش غادي يكتشف عمليه اللي غادي تحميك من الجدري بدون ما تكون العمليه كتشكل عليك خطر، وهي اللي كنسميوها تلقيح. ادوارد جينر كان على علم بتقنيه التجدير لا فاريولاسيون اللي وصلت لاوروبا عن طريق العثمانيين، ولكن غادي يلاحظ واحد القضيه واحده اخرى. كاين نوع اخر ديال الجدري كيصيب البقر سميتو جدري البقر، مختلف على جدري البشر القاتل. ادوارد غادي يلاحظ ان النساء اللي كيحلبوا ابقار امراض بمرض جدري البقر كيتعادوا من هذوك البقار، كيمرضوا حتى هما باعراض خفيفه ديال مرض جدري البقر، ولكن ما عمر شي وحده فيهم ما كيجيها مرض جدري البشر القاتل. ادوارد غادي يشد الوليد ديال الجارديني ديالو وغادي يدير فيه جريحات صغار في دراعه ويعرضوا للقيح ديال واحد الخدامه عنده كان جاها جدري البقر، غادي يعرضوا لجدري البقر. الوليد غادي يجيوه فعلا الاعراض الخفيفه ديال جدري البقر. من بعد ادوارد جينر غادي يزعم شنو غادي يدير، غادي يشد الوليد ويعرضوا للقيح جاي هذه المره من مريض بجدري البشر القاتل، غادي يعرض الوليد للمرض القاتل والوليد ما غاديش يمرض. اللقاح فعلا دار خدمته. ادوارد غادي يعاود يجرب نفس الشيء على عدد من الناس وغادي يعرضهم للجدري البقر ومن بعد الجدري البشر، وحتى واحد فيهم ما غادي يتصاب بمرض جدري البشر. هذه الطريقه ديال التجريب على البشر اللي دار ادوارد في عام 1796 مستحيل تدار بهذه الطريقه اليوم، حيث المعايير الاخلاقيه ومعايير السلامه في البحث العلمي اليوم هما متطورين بزاف مقارنه مع الازمنه القديمه. ولكن ادوارد جينر دار اكتشاف اللي غادي ينقذ حياه عشرات الملايين من بني الانسان. المنع ديال عمليه التجدير القديمه الخطيره والتعميم ديال لقاح الجدري الامن في حملات واسعه عبر اقطار العالم غادي تتوج في يوم 8 ماي 1980 بالاعلان على القضاء التام على الجدري من كوكب الارض. الدول غادي تحبس ديك الساعه من التلقيح ديال الاطفال بلقاح الجدري. اذا كنتي تزاديتي بعد السبعينات غالبا غادي يكون الطبيب قال لوالديك باللي اللقاح ديال الجدري ما بقاش كيتعطى حيت الجدري تقضى عليه. الجدري اللي اباد سكان امريكا الاصليين تقريبا كاملين، اللي ركع امبراطوريات باكملها وقتل ملوك وامراء اللي كنلقاو اثار ديالو حتى في مومياوات فرعونيه قديمه تهزم. ماشي فقط بفضل ادوارد جينر والناس اللي شاركوا في التجارب ديالو، ولكن كذلك ابو بكر الرازي مثلا اللي كان اول طبيب وصف علميا مرض الجدري، الراهبه البوذيه ديال جبل اوميتشان والمجتمع الطبي والعلمي كامل اللي اشتغل على الجدري. البشريه انتصرت على وباء الجدري الفتاك وقضت عليه من الارض، ولكن اللي خاصنا نعرفوه هو ان وباء الجدري هو المرض المعدي الوحيد اللي تقضى عليه بشكل تام، يعني هو المرض المعدي الوحيد اللي عارفين اليوم انه كاين صفر انسان مريض به. هادشي كيورينا شحال صعيب القضاء على الاوبئه اللي كتنتشر من شخص لشخص واللي كتحتاج لتضافر وتنسيق هائل على مستوى البشريه. مرض شلل الاطفال بوليو مرشح اليوم باش يكون هو رقم 2 في اللائحه، ولكن المعركه مازال ماشي مربوحه. اليوم مازالين حالات معدوده ديال البوليو في المناطق الحدوديه بين افغانستان وباكستان، اللي كاين فرق محليه وفرق ديال المؤسسات عالميه بحال منظمه الصحه العالميه واليونيسف اللي كيراقبوها بدقه في ظروف صعبه. ولكن المعركه ماشي محسومه لسبب واحد اخر اللي الخطر ديالو غادي هو كيتزاد عام بعد عام، وهو التنامي ديال حركات التشكيك في اللقاحات بجميع اشكالها، يعني التشكيك بفكره اللقاح. غادي نجاوبوا في هذه الحلقه على 9 ديال الاسئله الشائعه حول هذه القضيه، ولكن قبل داكشي غادي نشوفوا كيفاش اللقاحات كيمكنوا من منع ديال تفشي الاوبئه في الساكنه. انتشار الامراض المعديه يمكن لينا نشبهوه
كيشبهوه بانتشار ديال النار في شي غابه. كل شجره شعلت فيها العافيه كتقدر تنقل العافيه اللي هي العدوى في التشبيه ديالنا لعدد من الاشجار الاخرين. في علم الاوبئه عدد الاشخاص اللي شي شخص كيعادي في المعدل كيتسمى معامل R0 اللي كنا شفناه بالتفصيل اكثر في حلقه سابقه. مرض بوحمرون مثلا عنده معامل R0 ديال تقريبا 15. شلل الاطفال تقريبا 6، يعني كل شخص كيعادي في المعدل 6 ديال الناس قبل ما يبرى. الجدري تقريبا 4. كورونا مرض الكوفيد 19 حاليا R0 ديالو يقدر بين 2 و4 على حسب المناطق والتركيبات ديال المجتمع. باش كنلقحوا شي شخص هو بحال كنشدوا هاد الشجره وكنديروا ليها واحد الغلاف واقي ديال الماء اللي كيجعل العافيه ما تشدش فيها. هادشي ماشي فقط كيحمي الشجره براسها ولكن كيحمي حتى الباقي ديال الغابه من ان العافيه تنتشر فيها. في الحقيقه يمكن لنا نحسب واحد النسبه ديال الناس اللي اذا لقحناهم كنمنعوا الانتشار ديال العدوى واخا ما نلقحوش كلشي. هاد النسبه كنحسبوها بواحد العلاقه رياضياتيه هي هذه واللي كتعطينا في حاله بوحمرون 93% ديال الناس اللي خاص يتلقحوا، شلل الاطفال 83%، الجدري 75%، وكورونا كوفيد 19 بين 50% و 75%. لاحظوا انه كل ما كان المرض معدي بزاف و R0 ديالو كبير كل ما خاصنا نلقحوا نسب اكبر ديال الناس باش نقضيو على الوباء. هادشي كنسميوه المناعه الجماعيه ولا مناعه القطيع، اللي هي فكره ان التلقيح ديال نسبه من الساكنه كيحمي الساكنه كامله وكيقضي على الوباء. هادشي مهم بزاف نعرفوه حيتاش كاين عدد من الناس اللي ما نقدروش نلقحوهم اصلا بعدد من اللقاحات حيتاش الوضعيه الصحيه والمناعتيه ديالهم هشه. مرضى السرطان مثلا والعدد من الامراض المناعتيه ولا النساء الحوامل مثلا اللي ما كيتنصحش ياخذوا بعض اللقاحات بحال ديال بوحمرون ولا ديال التيفويد. هاد الناس كيعولوا علينا حنا باش نبنيو مناعه في البلاد ديالنا اللي تجعل هاد الامراض ما يلقاوش منين يدوزوا ليهم. التلقيح هو عمليه اللي ما كتخصكش فقط غير انت ولا انت، ولكن كتاثر مباشره على الصحه ديال الاقرباء ديالك والزملاء ديالك والجيران والافراد الاخرين في المجتمع. حاجه اخرى مهمه خصنا نعرفوها هي ان المناعه الجماعيه خدامه حتى اذا كان اللقاح ما فعالش بنسبه 100%. يقدر يكون اللقاح كيحمي غير 40% ولا 50% من الناس اللي كياخذوه، ولكن مع ذلك اذا خداه ما يكفي من الناس كتكون الفاعليه ديالو هائله على الساكنه. بحال غابه اللي غادي نحمي كل شجره فيها بوكليه ديال الماء اللي كيخدم فقط غير في 50% من الحالات، ولكن مع ذلك اذا درناه الماء يكفي من الاشجار غادي يحمي الغابه كامله. يعني اذا سمعتي على لقاح فعاليه ديالو 50 ولا 60% راه في احيان كثيره كيكون كافي واكثر من كافي ما حد واحد العدد كبير ديال الناس داروه. يعني في شي حمله ديال التلقيح واخا تسمع بفلان وفلان تلقحوا واخا هكاك مرضوا، راه مع ذلك خاص الماكسيموم ديالنا يتلقحوا باش ينضط الوباء وما يبقى حتى واحد تقريبا يمرض به. اذا ما لقحناش ما يكفي من السكينه غادي يبقى ديما عندنا واحد الاحتمال ان شي قنت من القنوته ديال الغابه تشعل فيه العافيه والعافيه تعاود تلقى الطريق باش تنتشر. في الحقيقه هادشي هو بالذات اللي طرا في مناطق من الدول الغربيه اللي عدد الناس فيها اللي ما كيلقحوش ولادهم بدا كيتزايد مؤخرا بفعل هاد الحركات ضد اللقاح ونظريه المؤامره ضد اللقاح، والنتيجه كانت ظهور اوبئه من جديد اللي كان ديجا تقضى عليها وبداو الناس ينساو اصلا انها كاينه. بوحمرون مثلا اللي كانت تقضى عليه في امريكان في العقود الماضيه عاود انتشر وعرض للخطر ماشي فقط الاطفال ديال منكري اللقاحات براسهم، الناس اللي ما كيديروش اللقاحات لاولادهم، ولكن عرض للخطر كذلك اطفال ديال العائلات اللي كيساندوا اللقاح ولكن الله غالب الاطفال ديالهم كانوا مرض وعندهم هشاشه اللي كتمنعهم اصلا من انهم ياخذوا اللقاح. اللقاح هو عمل جماعي خاصنا نخرطوا فيه كاملين باش يصدق. اجيو نشوفوا دابا عدد من التساؤلات المقلقه حول قضيه اللقاحات اللي عدد منها هي فعلا تساؤلات مهمه اننا نطرحوها ونشوفوا الاجوبه العلميه عليها، لان الامر كيتعلق بالصحه ديالنا جميعا. هذه الاجوبه وكل حاجه في هذه الحلقه رجعها فريق من المختصين فيهم علماء اوبئه واحصاء واطباء مختصين. انا جدي ما دار حتى تلقيح وما ماتش بمرض معدي وبالتالي التلقيح ما صلح لوالو. هذا الكلام هو بحال شي واحد يقول لك انا جدي ما ماتش في الحرب العالميه وبالتالي الحرب العالميه ما طراتش. طبعا الامراض الفتاكه ما قضاوش على البشريه كامله، سينو ما كناش غادي نكونوا هنا، ولكن اذا كان جدك ولا جداتك مازالين في الحياه الله يطول لهم في العمر سولهم وغادي يقولوا لك كيفاش شافوا براسهم خوتهم وولاد وبنات عمهم وخوالهم كيموتوا قدامهم بالامراض الفتاكه. جداواتنا زمان قبل التحول الديموغرافي كانوا كيولدوا 7 8 10 ديال الاطفال وكيبقاو ليهم 2 3 ولا 4، الباقي كانوا كيموتوا باسباب اللي من بينها هذه الامراض الفتاكه. الناس قبل كانوا كيعمروا كيعيشوا عمر طويل 80 90 سنه وخا بلا ادويه ولا لقاحات ولا والو. باش نفهموا الجواب على هذا السؤال خاصنا نفهموا الفرق ما بين متوسط امد الحياه وما بين العمر القصوي في شي سكينه. نحاولوا نشوفوا هذا الشيء
في هذا المثال ديال هاد الفلوس ديال الكذوب ديال لعبه المونوبولي، دونك هذه 5 10 20، غادي نتصوروا ان كل فلوس هنا، كل ورقه كتمثل العمر اللي توفى فيه شي شخص، ياك؟ هاد الورقه ديال واحد كتمثل رضيع مات في عمر سنه واحده، الورقه ديال 5 كتمثل طفل توفى على عمر 5 سنين، دونك هذا شاب توفى في عمر 20 سنه، وهذا شيخ معمر وصل حتى ل 100 عام عاد مات. الوفيات في القرون اللي دازوا كانوا بحال هكا، كانوا عندنا بزاف ديال الناس اللي كيموتوا على عام، على 5 سنين ولا 20 عام، وغولاتيمون شويه اللي كيموتوا على 50 ولا 100 عام. المتوسط ديال امد الحياه هنا هو المجموع ديال الاعمار مقسوم على عدد الاشخاص، يعني هنا في هذا المثال 26 سنه تقريبا. الساكنه الحديثه بعد تعميم اللقاحات وتطور خدمات الصحه والنظافه والسبيطارات وداك الشيء دايرين بحال هكا، بزاف اللي كيموتوا حتى بين 50 و100 عام، وفقط القليل اللي كيموتوا صغار. متوسط امد الحياه هنا هو 63 عام. لاحظ انه حتى في الساكنات ديال زمان غادي نلقاو فعلا الناس اللي عمروا وعاشوا بزاف، يعني عادي جدا ان جدي ولا جدك يكون عاش 70 ولا 80 عام، ولكن جدي وجدك كان عنده بزاف ديال عمامو وخوالو اللي ماتوا في سن صغير. متوسط امد الحياه في القرون السابقه كيتقدر ب 25 سنه، متوسط امد الحياه اليوم في المغرب هو 76 سنه. دير الحساب غادي تلقى ان انماط الصحه الحديثه انقذوا الحياه ديال الملايير ديال البشر عبر العالم، امر اللي ما قدروش يديروه الانماط القديمه ولا التقليديه ديال التطبيب ولا الحمايه من الامراض. اللقاح فيه مواد كيماويه قاتله بحال ماده الالومنيوم وماده الزئبق السامه. كيفاش غادي نحقنوا حنا مواد فينا وحنا عارفين انها سامه؟ هذا الكاس فيه ماده مكونه من تركيبات ديال هذه المركبات والعناصر الكيميائيه. هادشي اللي في هذا الكاس فيه ماده السيلينيوم اللي هي ماده سامه حتى بجرعات صغيره، فيه كذلك ماده الكافور اللي حتى هي ماده قاتله تسببت في وفيات ديال عدد هائل من الاطفال اللي تجرعوا غير شويه منها بالخطا. تجرع فقط ديال غرام واحد من ماده الكافور كيتسبب بضع دقائق بالتشنجات ديال الصرع وبعدها الموت. هادو في الحقيقه قطع ديال التفاح التفاح العادي الطبيعي شريته هذا الصباح من السوق. التفاح اللي كناكلو حنا واللي كلاو جدودنا فيه ماده الكافور، فيه فعلا ماده الكافور وفيه السيلينيوم، ولكن بجرعات اللي هي اصغر بكثير من الجرعات الضاره. اللي خاصنا نفهموا هنا هو ان اللي كيجعل شي حاجه مزيانه ولا ما مزياناش هو الجرعه ماشي هو الماده. الالومنيوم، المغنيسيوم، الكربون، الاكسجين، هادو كاملين مواد اللي كاينين في القشره ديال كوكب الارض منذ ملايير السنين، وغادي نلقاوهم بشكل طبيعي في الماء ولا الماكله الطبيعيه اللي كناكلو واللي كلاو جدودنا منذ قديم الزمان. التفاح، البنان، لافوكا، كلشي. المشكل كاين في الجرعه ماشي في الماده. اي حاجه حتى الماء العادي الا شربناه بجرعه اللي هي فايته القياس غادي تسبب في تسمم يقدر يؤدي للوفاه، كيتسمى التسمم المائي. دونك الالومنيوم كيتستخدم فعلا في عدد من اللقاحات كماده اللي كتحفز الجهاز المناعي اثناء التعامل ديالو مع اللقاح، ولكن هذا الالومنيوم هو موجود في هذه اللقاحات بكميات ضئيله واصلا بشكل غير قابل للامتصاص بسهوله من طرف الجسم. هذا الكاس ديال الماء فيه كميه ديال الالومنيوم تقدر توصل حتى ل 200 مره اكثر من اشنو كاين في الجرعه ديال اللقاح ليباتيت مثلا 200 مره، وهذا امر عادي جدا. الالومنيوم هو احد اكبر المعادن الموجوده في القشره الارضيه. قبل ما يخرج شي لقاح للسوق كتم الدراسه ديال كاع المواد اللي فيه، وكيتم التاكيد ديال ان هذه المواد موجوده بجرعه اللي هي اصغر بكثير من اي جرعه تقدر تشكل خطر علينا. مقدار هذه الجرعات متاح للعموم، ويمكن لك انت ولا انت براسك تشدي اللقاح للسوق وتحلليه في مختبر وتتاكدي براسك من ان مقدار الالومنيوم ولا اي ماده اخرى هو اللي في الصندوق هو اللي مكتوب، او انه مقدار غير ضار للانسان. اللقاح فيه شريحه رقميه كتمكن من التعرف على واش درتي اللقاح ولا لا. الاصل ديال هذه الاشاعه هو اللقاء اللي كان في شهر ماي 2020 مع جاي وولكر مدير ديال شركه ابيجكت اللي هي احدى الشركات اللي كيصاوبوا القريعات ديال اللقاح. ما كيصاوبوش اللقاح في حد ذاته، ولكن كيصاوبوا القريعات اللي كيعمروا فيهم اللقاح. وكان اقترح في هذا اللقاء واحد الفكره، وهي انه بدل استعمال لي كود بار بحال هذا الكود بار اللي كاين هنا، دونك بدل استعمال لي كود بار اللي كاين في العلبه ديال اللقاح انه يتم استعمال دي تشيب ار اف اي دي، شرائح ار اف اي دي اللي هما رقاقات ماشي ذكيه كيكونوا مستوكين فيها فقط البيانات اللي كاينين في الكود بار، غير بلاصه ما يكون الكود بار بالشراطي بحال هكذا غتكون نفس المعلومه مسجله في هذه الشريحه الرقميه اللي القراءه ديالها اسهل من طرف اجهزه بحال السمارت فون. مثلا غير دوز السمارت فون على القرعه وتعرف الرقم التسلسلي ديال القرعه. هاد لي تشيب ار اف اي دي هما النيت اللي موجودين مثلا في لي بادج اللي كيحلوا بهم
فيهم البيبان، ولا احيانا كنلقاوهم في الحوايج اللي كناخذوا من لي ماغازان، هما اللي كيديتيكتاو في الخرجه ديال المحلات التجاريه باش الباب كيصوني اذا خرجتي بلا ما تخلص. في اللقاء جاي وولكر اكد ان هذاك الكود بار اللي كانوا كيفكروا فيه ما فيه اي بيانات ديال الشخص اللي دق في هذاك اللقاح، بل الامر كيتعلق فقط بالرقم التسلسلي ديال القرعه باش تقدر تتم القراءه ديالها بسهوله بشكل رقمي. وقال كذلك ان هذه مجرد فكره، مازال ماشي مأكدين اصلا واش اللجنه الحكوميه الامريكيه غادي توافق عليها ولا لا. دابا تصوروا كيفاش من مجرد فكره اقترحها شخص في يوتيوب كيهضر على كود بار رقمي موجود برا في القرعه في الزاجه ديال اللقاح، كيفاش حتى ولات اشاعه كتهضر على شريحه اللي موجوده في وسط السائل ديال اللقاح اللي غادي يحقنوا فينا الروينه وصافي. والخبر الزائف منتشر بلغات عديده، وكاين مع الاسف قنوات مغربيه اللي عندها مئات الالاف ديال المتابعين اللي ينقلوا هذا الخبر الزائف دون ادنى مجهود ديال التحقق. ولكن واحد الطبيبه مختصه قالت ان اللقاحات فيها روبوتات ديال النانو اللي كتتحكم فينا وكتجمع بيانات من في وسط الجسم ديالنا بحال علاقاتنا الجنسيه والموقع ديالنا، وكتصيفط هادشي للانترنت. خاصنا نفهموا اولا المعنى ديال كلمه نانو. النانو هي اختصار للنانومتر اللي هو جزء من مليار ديال المتر، يعني غادي تشد مليمتر وغادي تبقى تقسموا على مليون جزء غادي يعطيك النانومتر. في المقاس ديال النانو كنهضروا على المقاس ديال الذرات والجزيئات. الادعاء اللي كتقول هذه السيده ديال جهاز حاسوب ان اورديناتور اللي الحجم ديالو جزء من مليون ديال المليمتر هو ضرب من ضروب المستحيل في الفيزياء والتكنولوجيا اللي كنعرفوا اليوم. جهاز من هذا النوع هو اقرب للسمارت فون بحال هذا، فيه جي بي اس، فيه دي كابتور ديال الحركه، فيه دي زونتين باش يتكونيكتاو الانترنت في اي بلاصه في العالم. مستحيل يكون الحجم ديالو مليون مره اصغر من هذا السمارت فون. اصغر ميكرو بروسيسور اللي كاين في السوق اللي يقدر يخدم شريحه من هذا النوع المقاس ديالو مليمتر، وهذا كيتعتبر التوب ديال شنو كاين، وعاد زيد عليه دونك الجي بي اس، لي كابتور الى اخره. اضف الى ذلك اذا افترضنا ان كاين شي جهه على الارض اللي واصله لشي تكنولوجي ديال الخيال العلمي من هذا النوع ديال هاد الشرائح هادو اللي كيتزرعوا في الدم، غادي نكونوا كنهضروا على مخلوقات خارقه اللي عندها امكانيات اللي فايته بكثير اي حاجه على الارض اليوم. الجهه ولا الحضاره اللي قادره انها تصنع شريحه اللي كتحكم في البشر بحال دي زومبي، راه من السخيف انها تضيع وقتها باش انها تمشي تقنع الحكومه المغربيه مثلا ولا الخبراء المغاربه اللي ناويين يصنعوا هذه الجرعات محليا في المغرب، ناويين يمشيو يقنعوهم يشاركوا معاهم في المؤامره ويديروا هذه الشريحه العجيبه في اللقاح اللي المغرب باغي يصنع. يكفي ان هذه الجهه اللي عندها التكنولوجيا ديال الخيال العلمي يكفي انها تحط هذه الشرائح مثلا في الماء ديال الروبيني مثلا في البحر، ولا انها تنفخهم في الهواء بلا هاد التماره كامله ديال اللقاح وديال اختراع كورونا باش يزرعوا فينا شرائح من هذا النوع. ولكن هذه طبيبه مختصه اللي قالت هذا الشيء وهذا تخصصها. في العلم الصحه ديال الكلام ديال الشخص ما كتقاش بالدبلوم اللي عندك، بل كتقاس بواش كلامك مسنود باوراق بحث علميه منشوره ومراجعه من طرف خبراء اخرين في هذيك ديال هذاك الدومين. يعني واش الكلام عنده اسناد تجريبي من ارض الواقع، تجارب علميه ولا لا. الطبيبه اللي كتدعي امر مستحيل فيزيائيا بحال ان اللقاح يرجعك على شكل اونتين 5G، كلامها كيبقى دون قيمه علميه، ما حدو ماشي مسنود باش شنو كنشوفوا مباشره، يعني باش شنو كتقول الفيزياء وشنو كيقولوا اوراق البحث العلمي التجريبي اللي كيدرسوا لي زونتين 5G ولا اللي كيدرسوا جسم الانسان بشكل تجريبي. العلم ما كيشتغلش بالسلطه ديال الدبلومات، ولكن كيشتغل بالمصداقيه المبنيه على واش الكلام موافق ولا لا لشنو كنشوفوا مباشره في التجارب العلميه اللي كينشر المجتمع العلمي. كاينه فيديو ديال بيل غيتس كيقول فيها انه بغى يقضي على البشريه عن طريق اللقاحات اللي غادي يسبوا العقم عند الناس. ومره اخرى باش كنديروا تقصي، باش كنديروا الفاكت تشيكين هذا الشائعه، كنلقاو ان الامر خبر زائف وان بيل غيتس ما قالش هادشي. يكفي نسمعوا الفيديو ديال المحاضره الاصليه وغادي يبان لنا ان بيل غيتس كان كيهضر على واحد الحاجه اخرى مختلفه تماما. دونك بيل غيتس للناس اللي ما كيعرفوش هو احد مؤسسي شركه مايكروسوفت اللي كيصوبوا نظام ويندوز اللي عندنا في البي سي ديالنا، وهو كذلك ثالث اثرى رجل في العالم، عنده فلوس بزاف وعنده مع مراته مؤسسه خيريه من الاهداف ديالها المساعده على القضاء على المجاعه في العالم والنهوض بمستوى المعيشه في الدول الفقيره. في هذه المحاضره كان كيهضر على واحد الحاجه سميتها التحول الديموغرافي. التحول الديموغرافي قريناه كاملين في الماده ديال الجغرافيا في المدرسه، هي ان المجتمعات كدوز من مرحله اللي الامهات كيكونوا كيولدوا بزاف ديال الاطفال، مثلا 9 ولا 10، وكيموتوا لهم بزاف ديال الاطفال بالامراض، ولكن باش المجتمع كيطوروا فيه الخدمات الصحيه بحال جوستومون التلقيح، المستشفيات، توفر ديال اساليب منع الحمل، وكذلك بعد ما النساء كيوليو كيقراو في المدرسه، ديما كنلاحظوا ان العائلات كيتحولوا بوحدهم، كيوليو في الاجيال المواليه كيوليو كيختاروا انهم يديروا اطفال اقل. هذا طبعا كيبقى خيار ديال الناس،
نفس السبب علاش الاغلبيه ديال الاباء والامهات ديالكم ديال المشاهدين لهذا الفيديو في المغرب اختاروا انهم ما يكونش عندهم 10 ديال الدراري مثلا ولا 11 ولا 12. بيل غيتس ما قالش في هذه المحاضره ان اللقاحات غادي تسبب العقم عند النساء، ولكن كان كيوصف هذه الظاهره البشريه المعروفه ديال التحول الديموغرافي واختيار العائلات انهم يولدوا اطفال اقل بعد ما كيبقاوش يموتوا لهم بزاف ديال الاطفال بالامراض الفتاكه بفضل اللقاحات وغيرها. خاصنا نطوروا هذا لو ريفلكس ديال اننا نمشيو نقلبوا على المصدر. لا سورس اللي هو في الحاله ديالنا المحاضره الاصليه ديال بيل غيتس هي متوفره بالترجمه لعدد كبير من اللغات في قناه تيد على يوتيوب، ويمكن الانسان يلقاها بكل سهوله. غنحطوا الرابط في الصندوق ديال الوصف تحت هذا الفيديو. شركات الادويه والبيك فارما تابعين غير الفلوس ويقدروا يزوروا الابحاث باش يربحوا الفلوس على ظهرنا. دونك شركه الادويه هي فعلا عموما شركه ربحيه، وهذا الشيء هو اللي كيمكن انه يكون استثمار ديال الفلوس صحاح في التطوير ديال الادويه واللقاحات. والطابع الربحي ديال هذه الشركات هو اللي كيجعل الدول المصنعه تفرض اكراهات ثقيله عليها من ناحيه ديال الشفافيه والاجراءات. يعني كل حاجه كيديروها هذه الشركات كتخضع لجان اشراف ومراقبه في جميع المراحل، من قبل ما يطرى التصميم ديال المنتوج حتى ما بعد الاطلاق ديال المنتوج في السوق. افترضوا مثلا ان شي شركه من هذه الشركات اللي كوموندا من عندهم المغرب اللقاح، افترضوا انها بغات تغش في البيانات ديال التجارب السريريه ديالها. شنو الاسباب اللي يقدروا يجعلوها ما تفكرش في هذه القضيه هذه؟ اولا الاغلبيه ديال التجارب السريه الكبرى بحال اللي كنسمعوا عليهم في لقاح كورونا كيداروا بتصميم اللي كيجعل الغش صعيب بزاف ولا مستحيل. مثلا في التجارب اللي كتسمى المعشونه والعمياء المزدوجه روندوميزي اون دوبل افوغل، شنو كيديروا؟ كيقسموا المتطوعين لجوج ديال الاقسام. واحد القسم كيعطيوه اللقاح الحقيقي اللي هو اللي بغينا نختبروا، واحد القسم كيعطيوه اللقاح الزائف اللي ما فيهش ماده فعاله ما كيديروا والو، باش من بعد كنقارنوا شحال ديال الناس في هذا الجروب هذا ديال الناس اللي خداو اللقاح الحقيقي شحال منهم تعاداو بكورونا مثلا، وشحال من الجروب ديال الناس اللي خداو اللقاح الزائف ولا البلاسيبو شحال منهم تعاداو، وكنقارنوا. التجربه كتكون مصممه بحيث الشركه براسها ما كتكونش عارفه شكون المتطوع اللي تلقى اللقاح الحقيقي وشكون المتطوع اللي تلقى اللقاح الزائف. يعني الا شي واحد من الشركه بغى مثلا يتواطأ مع شي متطوع باش يقول ان اللقاح حماه من كورونا، في الحقيقه يقدر يكون هذا الشيء بالعكس، غادي يؤدي للنتيجه العكسيه اذا كان المتطوع في الحقيقه كان خدا اللقاح الزائف. ثانيا هذه الشركات كتفرض عليها مراقبه من طرف واحد المجلس كيتسمى مجلس مراقبه البيانات والامان، وهذا المجلس كيكون مستقل على الشركه، ما كيكونش فيه اعضاء من الشركه، واحيانا كيكونوا فيه حتى ممثلين ديال عائلات المرضى بالاضافه لخبراء واطباء وفلاسفه ديال الاخلاقيات. وهذا المجلس يمكن له في اي لحظه يحبس التجربه ويدير دي زوديت اذا كان شي حاجه ماشي هي هذيك. ثالثا هاد لي زوديت باش كيداروا بشكل اللي الشاده والفاده ما كتفلتش. كاين اساليب ديال الطب الشرعي اللي تقدر تعرف حتى مريض واش خدا شوكه شحال من مده باش خدا هذيك الشوكه، يعني كيدرسوا لو تيسيو ديال الجلد ديالو كيقدروا يستخلصوا هذه البيانات. غادي يكون نهار اسود في حياتك اذا كنتي طبيب او عالم مشارك في تجربه سريريه وما كنتيش ضابط شغالاتك ووصلك الايميل ديال ان شي اوديت تحل على الخدمه ديالك. رابعا في التجارب السريريه اللي كتسمى مولتي سونتري، يعني بحال لقاحات الكورونا اللي كيتجربوا في دول عديده، كنكونوا كنهضروا على تجارب موزعه على دول مختلفه وكل دوله عندها مراقبين ديالها وعندها مصالح مختلفه ديالها وعندها مسؤولين ديالها. صعيب مثلا ان شي منتوج بحال لقاح استرازينيكا اللي تجرب في الولايات المتحده واليابان وروسيا وجنوب افريقيا وكينيا ودول امريكا اللاتينيه ان المسؤولين ديال هذه الدول كاملين يتواطؤوا باش يخبعوا شي تلاعب ولا تآمر ولا الغش. خامسا المجتمع العلمي كامل مبني على واحد الحاجه اللي سميتها الحظيه. في العلوم انت ولا انت كتعتبر بطل اذا فرشتي شي بحث ديال شي فريق اخر منافس وبينتي ان فيه اشكالات، ولا اذا سالتي المنهجيه ديال البحث ولقيتي فيها ثغرات. جميع العلماء الكبار اللي التاريخ كيعقل على سميتهم كانوا علماء اللي لقاو ثغرات في اشغال ديال الغير. داكشي علاش باش شي بحث علمي كيتلقى مثلا ان كان فيه اشكال كيكون اللي لقى الاشكال هو عالم طبيعه واحد اخر، ماشي شخص منكر ولا معادي للعلم. المجتمع العلمي مصمم بهذا الشكل باش يتمن الناس اللي كيلقاو الثغرات في الاعمال ديال الغير باش العلم يزيد للقدام بشكل جماعي. سادسا العلماء ولا الخبراء اللي كيشاركوا في هذه التجارب ولا اللجان اذا فكروا يغشوا كيكونوا كيغيسكيو ماشي فقط السمعه ديالهم اللي بناوها على مدى عقود، ولكن احيانا عقوبات اللي تقدر توصل حتى للحبس ولا الاعدام في بعض الدول اذا تسببوا في ضرر للبشر. صعيب تخاطر بشي حاجه هكذا اذا كانت الحظيه عندك من الزملاء ديالك العلماء، الحظيه من المرضى والعائلات ديالهم، الحظيه من الحكومه، كل شيء حاضر. اخيرا وهذا ربما من اقوى الاسباب هو ان الشركه ماشي من مصلحتها تغش بكل بساطه، لانه اذا تفرشت القيمه ديال الشركه في البورصه غادي تنهار. المالكين ديال الشركه اللي هما بالذات الناس اللي باغيين يربحوا الفلوس من وراء التجاره ديال الادويه غادي يفقدوا ملايير ديال الدولارات في لحظه واحده مباشره
بعد ما يخرج التقرير الصحفي ولا حكم قضائي فيه الاثبات ديال الغش. داكشي علاش مجلس اداره هذه الشركات كيحطوا نظام حكامه اللي فيه معاقبه ديال اي واحد بغى يدي الشركه بالطريق ديال الهاويه ديال الغش. وهذا الشيء ماشي فقط لاسباب اخلاقيه ولكن حتى لاسباب ماديه بحته. يعني اذا بغيتي تربح في هذا الدومين خاصك ما تكذبش. انا مقتنع بنجاح اللقاحات، ولكن هذا الفاكسان بالذات ديال الكوفيد ما مقتنعش ان المنفعه ديالو فايته الضرر ديالو، خاصه انه تصوب في وقت قليل مقارنه مع اللقاحات الاخرى. من الاخر انت واش غادي دير لهذا اللقاح السيناجي؟ بالنسبه لقضيه ان لقاحات كورونا تصوبوا في زمن قياسي مقارنه مع اللقاحات القديمه، ضربت ليله على الجزء الثاني اللي في قناه اجيد فهم مع مصطفى سوينغا واللي جاوب فيه على هذا السؤال. بالنسبه للسؤال واش غادي ندير انا اللقاح، هذا سؤال بالنسبه لي فيه جوج ديال المستويات. كاين واش انا شخصيا غادي ندير اللقاح، وكاين واش غادي ننصح به العائله ديالي الوالده ديالي مثلا. غادي نجاوب على هذا السؤال في هاد جوج ديال المستويات انطلاقا من اشنو فهمت من التقارير اللي خرجوا لي حد الان، وكذلك القراءه والتصريحات ديال المختصين في الدومين. انا ماشي طبيب ولا مختص، وهذه ماشي توصيه صحيه، التوصيات كيديروها الهيئات اللي هذه هي خدمتها. هذا فقط بارطاج ديال الراي ديالي المبني على الارقام والمعارف اللي كاينه في المراجع العلميه اللي كاينين في الديسكريبسيون لتحت. اولا كيفاش كيعبروا واش اللقاح مزيان ولا لا؟ كنعبروا جوج ديال الحاجات. كنعبروا واش اللقاح فعال، يعني اذا خديته واش فعلا غادي يحميني من كورونا، وكنعبروا كذلك واش امن، يعني اذا خديته واش يقدر يضرني بشي حاجه. هاد جوج ديال الحاجات كيتعبروا في واحد السلسله ديال التجارب اللي غادي تشوفوها بتفصيل اكثر في الجزء الثاني اللي في قناه اجيد فهم. العلماء كيجربوا اللقاح في الاول على الخلايا في المختبر، على الحيوانات، من بعد على عدد محدود ديال الناس، عشرات ديال الناس مثلا، باش يتاكدوا من ان اللقاح ما عنده حتى شي تاثير سلبي مباشر على البشر. اذا كان كلشي مزيان كيدوزوا يجربوه على مجموعه اكبر من المتطوعين، تقدر توصل للمئات، باش كيزيدوا يتاكدوا من الامان، وهذه المره كيتاكدوا كذلك من النجاعه ديال اللقاح. هذه المراحل تجاوزوها اليوم بنجاح واحد 10 ديال لقاحات كورونا الرائده في العالم، واللي دابا هما في المرحله المواليه اللي كتسمى المرحله الثالثه للتجارب السريريه. هنا شنو كيديروا؟ كياخذوا واحد العدد ديال المتطوعين الالاف مثلا وكيقسموهم على جوج ديال لي جروب. بحال شفنا قبيله، جروب كيعطيوهم اللقاح الحقيقي وجروب كيعطيوهم لقاح وهمي فيه غير الماء والاملاح المعدنيه، وكيخليو هاد الناس يمشيو يعيشوا حياتهم عادي، وكيبقاو متابعينهم كيتابعوهم وكيحسبوا شحال ديال الناس اللي مرضوا مثلا بكورونا في الجروب اللي خدا اللقاح الحقيقي مقابل شحال مرضوا بكورونا في الجروب اللي خدا اللقاح الوهمي ديال الماء والملح. وهذا الشيء كيعطينا النجاعه ديال اللقاح. هما هاد الاعداد اللي كنسمعوا التقارير عليها مؤخرا، يعني 85% 90% الى اخره. كيديروا كذلك نفس الحساب للاعراض الجانبيه، كيحسبوا مثلا شحال ديال الناس جاوهم اعراض جانبيه في الجروب اللي خدا اللقاح الحقيقي وشحال جاوهم اعراض جانبيه في الجروب اللي خدا اللقاح الوهمي. اللي كيطرى من بعد هو ان الشركه اللي كتصاوب اللقاح كتدفع الطلب للحصول على ترخيص من الدوله باش تقدر تستعمل المنتوجات ديالها في الدوله المعنيه. مع هذا الطلب كتقدم واحد الدوسيي فيه النتائج ديال التجارب المرحله الثالثه، اما النتائج النهائيه ولا المرحليه. نرجعوا اذا للسؤال ديالنا، واش انا غادي ناخذ شخصيا اللقاح ديال كورونا لراسي؟ الجواب هو نعم. اي واحد من اللقاحات الرائده اللي كاين دابا اليوم اللي في المرحله الثالثه ما عندي اي مشكل ناخذه في الحاله اللي هو عليه دابا. يعني بعباره اخرى ما عنديش مشكل انني نشارك كمتطوع في تجارب المرحله الثالثه، بما فيه الفاكسان الصيني سينوفارم، سواء ديال بيكا اللي تابروفا في الامارات، ولا ديال ووهان واللي مازال ما تابروفا في حتى شي دوله لحد الان، ولا اللقاح الانجليزي السويدي استرازينيكا. اللقاح الصيني مبني على تقنيه كلاسيكيه ومجربه منذ عقود، وهي انهم كيشدوا الفيروس وكيديزاكتيفيوه وكيحقنوك بنسخه غير فعاله ديال الفيروس. اللقاح ديال استرازينيكا كيشدوا فيروسات اعتياديه ضعيفه اللي جسم الانسان كيتغلب عليها بكل بساطه، كيبدلوها باش نظام المناعه ديالنا يشوف فيها التوقيع ديال كورونا ويتعلم يتغلب على الفيروس ديال كورونا. هادو كاملين مصممين باش يساعدوا الجهاز المناعي ديالنا ويجعلوه يتريني على الفيروس الحقيقي. حتى اللقاحات الاخرى بحال فايزر اللي معتمد على تقنيه الماسنجر ار ان اي ما عنديش مشكل انني ناخذه. اكبر سبب كيعطيني هذه الثقه المبدئيه هو الاعداد الهائله ديال الناس اللي ديجا خداو هذه اللقاحات وما طرا لهم والو واكتسبوا فعلا المناعه ضد الفيروس. بزاف ديال الادويه اللي ديجا ديما كناخذوها من الفارماسيا كانوا تحطوا في السوق بعد تجارب كانوا فيها 5000 6000 ديال الناس. هادو اعداد كيتعتبروا عاديين في المرحله الثالثه. اما في التجارب السريريه ديال لقاحات كورونا الحاليه فكنهضروا على 30 40 60 الف ديال الناس اللي داروا عليهم هذه التجارب. يعني الناس فاتوا اشنو كيدار اون جينيرال، وهذا الشيء من الصيف اللي داز حتى لدابا ولحد الان ما كاين حتى شي حاجه اللي كتدفع للقلق، بالعكس النتائج مبشره جدا. ارى لنا دابا واش ننصح عائلتي ولا الوالده ديالي انها تاخذ هذه اللقاحات، يعني واحد المستوى اعلى، واحد لاباغ اعلى شويه.
هنا كنفضل نتسنى ونشوف الترخيص اللي غادي تعطيه الجهه المنظمه في المغرب اللي هي مديريه الادويه والصيدله. اي دواء او اي تلقيح اصلا ما يقدر يتستعمل في المغرب حتى ترخصه هذه الاداره. هذا الترخيص المتوقع منه انه غادي يرافقوا واحد التقرير فيه علميا علاش اللقاح امن وفعال في الساكنه ديال المغرب، ويكون معاه كذلك نتائج اما مرحليه ولا نهائيه ديال المرحله الثالثه من التجارب السريريه. الترخيص من هذا النوع خاص يكون فيه تيبيكمون النتائج ديال التجارب السريريه اللي دارت الشركه في الدول الاخرى، تجارب لقاح سينوفارم الصيني في الامارات مثلا، ولا استرازينيكا في امريكا واليابان وروسيا. هذا الترخيص غادي يكون فيه حتى شكون الاشخاص اللي ينصح انهم ما ياخذوش اللقاح. مثلا بزاف ديال الحملات ديال التلقيح اذا كان عندك سوابق ديال حساسيه مفرطه من التلقيح، الطبيب غادي يقول لك ما تلقاحش. يمكن لنا كذلك نتعلموا من التقارير والترخيصات اللي كيديروا الدول الاخرى على نفس هذه المنتوجات واللي كيجيو معاهم تفاصيل علميه دقيقه. مثلا التصريح اللي عطات مؤخرا الاف دي اي الامريكيه للقاح فايزر كان معاه تقارير ديال عشرات الصفحات فيها كاع التفاصيل والبيانات بكل شفافيه. حتى الاجتماع اللي داروا الخبراء ديال الاف دي اي مع الخبراء ديال شركه فايزر اللي دام النهار كامل وعصروا فيه هذاك التقرير وناقشوا فيه الشاده والفاده، كان اجتماع شفاف ومفتوح للجميع على يوتيوب. تعلمنا منه بزاف ديال الحاجات على الامان والنجاعه ديال هذا اللقاح بشكل علمي تجريبي. الشفافيه كتمكن من الزياده ديال الثقه ديال الناس في العمليه كامله، وكتساعدنا كذلك في التعامل مع الاخبار الكاذبه والشائعات. مثلا مؤخرا كان واحد الخبر شائع مفاده ان اللقاح ديال فايزر قتل 6 ديال الناس، ولكن باش كنقلبوا في هذيك التقرير ديال 92 صفحه كنلقاو باللي الخبر ماشي صحيح، وباللي هذيك السته اللي ماتوا كانوا اصلا 4 منهم في الجروب اللي خدا اللقاح الوهمي وجوج فقط في الجروب اللي خدا اللقاح الحقيقي، وان هذا العدد ديال 6 ديال الموتى هو عدد متوافق مع الوفيات الطبيعيه اللي كاينه في شي مجموعه ديال 50,000 من الساكنه. الشفافيه العلميه هي انجع وسيله باش الناس تاخذ القرار وتنصح الغير والبال ديالها مرتاح، حيت كنكونوا معتمدين على بيانات تجريبيه ملموسه ماشي على ثقه في الافراد. في تاريخ تصوير الحلقه مديريه الادويه والصيدله في المغرب مازال ما خرجتش هذه التفاصيل بالنسبه للقاحات المعتمده في المغرب. غادي نتسناو هذه التقارير المفصله. كاينه واحد القضيه واحده اخرى مهمه جدا. اليوم فيروس كورونا قتل ديجا في المغرب 7000 حاله وفاه مسجله، الله يرحمهم ويصبر عائلتهم، وعدد الموتى اليومي غادي هو كيتزاد كل نهار 40 50 وفاه. الوباء غادي هو كيتفشى وكيهدد بالمزيد ديال اغراق المنظومه الصحيه الهشه اللي عندنا في المغرب. شنو معنى اغراق المنظومه الصحيه؟ معناه ان اعداد الناس في المستعجلات يكون تالمون كبير كل الاطباء والاسره اللي كاين في المغرب تكون ما كافياش لا المرضى الكوفيد ولا المرضى الاخرين ولا ضحايا الحوادث مثلا ولا الناس اللي كتحتاج للرعايه الطبيه. كاين 3 ديال الحاجات اللي نقدروا نديروا. اما اننا ما نديروا والو، وفي هذه الحاله غادي نمشيو نيشان لهذا الانهيار ديال النظام الصحي لا قدر الله، يعني انه في واحد اللحظه تقدر تحتاج للطبيب وفي اي حاجه وما تلقاش الطبيب. ثانيا اما نرجعوا لحاله الحجر الصحي المشدد بحال اللي كان في الاول واللي التاثير ديالو على الاقتصاد هو غالي بزاف، يعني الخدمه توقف والناس ما يمشيوش لخدمتهم، واصلا حتى اللي درناها حتى الفوقاش. الحل الثالث وهو الوحيد اللي كيبقى لنا هو اننا نتلقحوا بلقاح امن وناجع مبني على بيانات علميه وشفافه واللي غادي نبنيو به مناعه جماعيه ويترفع علينا هذا الوباء. هذه البيانات في تاريخ تسجيل الحلقه ما متوفرينش كاملين. اي حاجه جديده بانت حول التقارير النجاعه والامان ديال هذه اللقاحات غادي نحطها في البروفيل ديالي على فيسبوك وكذلك في انستغرام ولا هنا في يوتيوب. ما تنساوش تقيدوا هنا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم هذا الجديد، وكذلك تقيدوا عن مصطفى سوينغا كذلك في انستغرام يوتيوب فيسبوك. سلامه.